مساء الخير واهلا بيكم معانا ولقاء جديد وحياتك سكر في مصر الجديده. مساء الخير على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا دايما وبيتابعوا حلقات وفقرات البرنامج مع دكتور هالة سكر في حياتكم سكر. طبعا البرنامج انتوا عارفينه، وفي مقدمه لازم دكتور شيماء زميلتي العزيزه الغاليه لازم تقولها لنا، بس خلوني اقول لها الاول مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا داليا؟ عامله ايه؟ انا بحب اقول مصر، انا بحب اقول اسم مصر، بحب اقول اهلا بيكم في برنامج مصر الجديده. حياتكم يا رب دايما في برنامج مصر الجديده. وبحب اقول دايما مصر الحلم، مصر اللي كلنا بنحلم بيها ونتمنى نعيش ونربي ولادنا فيها. ونقول تاني كل انسان فكر وقرر واختار انه يشارك معانا في بناء مصر الجديده هيبقى اهلا وسهلا ضيف معانا بيه في برنامجنا مصر الجديده. ويا رب دايما حياتكم سكر في مصر الجديده. مصر الجديدة اللي زي ما شيماء بتقول واحنا بنأكد، واللي احنا بدأنا بالفعل نشوف الجمهورية الجديدة ملامحها تظهر على أرض الواقع. النهاردة هنتكلم في الفقرة الأولى مع حضراتكم عن الإنشاد الديني. مصر معروفة بالأصوات المبتهلين والمنشدين اللي ليهم تاريخ طويل في مجال الإنشاد الديني، وأيضا ليهم مدارس، يعني مع حفظ الألقاب طبعا والأسماء. بنذكر الشيخ نصر الدين طبار، بنذكر الشيخ النقشبندي، بنذكر الشيخ علي الهلباوي، وطبعا الشيخ الفشني وغيرهم 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 من الأصوات الجميلة اللي يمكن يعني المناسبات الدينية وخاصة شهر رمضان بنحب ان احنا نسمع الإنشاد الديني وأصواتهم في شهر رمضان الكريم. وطبعا ليهم مدارس وأجيال أخرى فيما بعد. معانا النهاردة صوت من الأصوات الجميلة، الشباب اللي احنا يعني في الحقيقة بنتمنى له وبنستبشر كده بمستقبل خير ليه. هيكون بقى مين وتقدميه كده تقديمة جميلة تليق بيه فعلا؟ معانا الفنان والمنشد والمبتهل الأستاذ مراد رضا، ومعانا العازف الطبلة والدف الأستاذ أحمد مرسي. خلينا نقول ان احنا دايما معاكم في المناسبات الوطنية والدينية، بنحاول دايما نحتفل مع كل المصريين وده شيء بيسعدنا. الحقيقة دي اخر حلقة هتعرض لينا قبل شهر رمضان، وهنستكمل الحلقات ان شاء الله بعد شهر رمضان. فحبينا بقى ان احنا نعمل الجو الرمضاني ده ونستمتع، ونقول لكم سنة طيبين، ونستمتع وننشد مع المنشد الأستاذ مراد رضا. خلينا نسمع كده. زي حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور شيماء. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. قول لي بقى انت ازاي بدات فن الانشاد، او اشمعنى الابتهال والانشاد؟ انت عارف ان ده فن قديم جدا في مصر، يمكن بقاله اكتر من 1000 سنه. ايوه اعرف. هو انا من وانا صغير كان والدي بيحفظني الاناشيد الدينيه عشان اقولها على زملائي في الحضانه، وحبيت الانشاد بقى من وانا صغير، او اكمل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصه اخويا الكبير كان منشد ديني، كان بيروح يتدرب في قصر الثقافه عندنا في الزقازيق. انت من الزقازيق؟ اهلا وسهلا. انا من قريه جنب الزقازيق، قريه كفر احنا بنرحب دايما بالمحافظات، وبنبقى سعداء جدا لما يتصلوا بينا ويتواصلوا معانا ويشاركوا معانا، بنبقى في منتهى السعاده. اهلا اهل الزقازيق جميعا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كل النجوم وكل الفنانين والمبدعين من القرى المصريه صح. الجميله اللي انجبت عدد كبير جدا من الاصوات. طبعا سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنان محمد رشدي، من الشعراء الكبار يعني الأستاذ فاروق شوشة صحيح، يعني برضو، ودكتور زويل رحمة الله عليه. يعني مصر ولادة من دسوق، والفنان محمد رشدي من دسوق. عدد كبير جدا. عدد كبير قوي. مراد بقى انت دخلت الانشاد من خلال والدك، لكن ما كانش في حد من الاسره عندك او من العيله في مجال الانشاد الديني؟ لا ما كانش فيه. هو انا كان والدي زي ما قلت لحضرتك، كان اخويا الكبير كان بينشد، فكان بيروح يتدرب في قصر الثقافه عندنا. فكان في حته كده مش عارف يقولها، صلي على خير الانام، فانا سمعتها منه فدخلت دماغي، فانا قلتها بنفس اللحن ده. فاختي الكبيره فبتقول لي انت ازاي قلتها؟ بعدين بقى اتحمست بقى في الانشاد الديني، وحبيت ان امدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اتجهتش للغناء ولا اي حاجه، هو الانشاد الديني بس. انت درست بجانب الانشاد ولا؟
ايوه انا حاليا بدرس مقامات الموسيقيه. المقامات الموسيقيه. ودراستك الاساسيه؟ انا في الصف الثالث الثانوي العام. ما شاء الله ما شاء الله شباب عليك. لسه. احنا مش عايزين نضيع وقت، عايزين نسمع. عايزين نسمع، عايزين نتكلم عشان معاك. نحتفل مع المشاهدين برمضان. نعمل اجواء هتغني لنا رمضانيه إيه؟ كده يا مراد. هنسمع هلت ليالي حلوه وهنيه. الله 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 الله. احنا طبعا يعني بنرحب كمان باحمد، يعني احمد من العازفين اللي عندهم مهاره واذن موسيقيه جميله، فطبعا على ما بنرحب يستعدوا يا بيه. داليا ناخد فاصل بس على ما هم يلا. يستعدوا. فاصل ونرجع لكم تاني. هذا البرنامج برعاية رجعنا مع حضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنرحب بالمنشد والمبتهل مراد رضا، وكمان معاه العازف أحمد محمد. أحمد على فكرة بيعزف آلة تانية مش الطبلة، بتعزف على الأورج، ده أساسي. طيب احنا مش عايزين نضيع الوقت معاكم في الكلام زي ما دكتور شيماء قالت، وعايزين نسمع هلت ليالي. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر. القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر. يا ربي توبة في العمر نوبة، وعيش مهني ولا أبالي. هلت ليالي هلت ليالي هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده بجد؟ والله احنا ايه يا ابني ده؟ ما شاء الله عليك ربنا يخليك. بجد، ما شاء الله عليك. يعني زي ما احنا بنقول مصر فعلا ولاده،
مصر فيها اصوات، فيها مبدعين، فيها مواهب في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه، بس محتاجه ان حد ياخد بايدهم ويقدمهم. اكتشاف. اجواء جميله جدا عملتها يا مراد. ويعني انا بس تسمح لي، انا المعلومه اللي عندي برضو خلينا نقول للساده المشاهدين انه انتوا بيبقى في مدارس على قد فهمي. موجود. ايه بقى يعني، هل المدارس متقسمه حسب المقامات ولا حسب المرحله الزمنيه؟ يعني احنا عندنا في الانشاد الديني يعني الشيخ محمود التهامي ده عنده مدرسه انشاد ديني في القاهره، بس وفي بقى بس انا عندنا يعني عشان انا في الصف الثالث الثانوي كده، فبروح قصر الثقافه يعني بدل ما اجي هنا القاهره. كنت اسمع زمان الشاذليه والقادريه، ولا ده بعيد شويه؟ ده ليه علاقه بالطرق الصوفيه؟ دي زي تواشيح كده وحاجات اللي هي في ايام تواشيح. زمان. لكن دلوقتي بقى الانشاد الديني تفرع بقى تواشيح وابتهالات يعني في شيخ معين انت بتتعلم منه يعني، غير ان هو يكون قدوتك، يعني زي ما انت ذكرت طبعا الشيخ التهامي ده معروف. طبعا. لا في يعني حد معين بتحب انك انت تاخد نفس منهجه، نفس المدرسه بتاعته في الانشاد والابتهال؟ انا بسمع للمنشد ده قدوتي يعني، وبسمع ليه المنشد محمود هلال، ده انا من المفضلين عندي. وفي المبتهل بإذاعة القرآن الكريم المبتهل ابراهيم رشيد ده بسمع ليه، والمبتهل شعبان محمد شعبان ده برضه بسمع ليه. اسماء وقامات كبيره عايزين نسمع عشان النهارده الليله كده تبقى جميله كلها ان شاء الله. الله 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 الله، رمضان شهر بنستناه، الله الله الله، كل الخير بيهل معاه، الله الله الله، رمضان شهر بنستناه، الله الله الله، كل الخير بيهل معاه، الله الله الله، شهر الرحمة بكل ما فيه، شهر مفضل عما سواه، من ساعة ما يهل هلاله تلقى الرحمة في خلق الله، منا اللي يطيع مولاه، رمضان شهر بنستناه، منا اللي يطيع مولاه، رمضان شهر بنستناه، رمضان شهر بنستناه، رمضان شهر بنستناه، الله 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 الله، رمضان شهر بنستناه، الله الله الله، كل الخير بيهل معاه، الله الله الله، رمضان شهر بنستناه، الله الله الله، كل الخير بيهل معاه، الله الله الله، شهر الرحمة بكل ما فيه، شهر مفضل عما سواه، من ساعة ما يهل هلاله تلقى الرحمة في خلق الله، منا اللي يطيع مولاه، رمضان شهر بنستناه، منا اللي يطيع مولاه، رمضان شهر بنستناه، رمضان شهر بنستناه. الله الله الله، احسنتم الله الله الله. مراد طبعا اتفضلي. لا لا والله احنا فرحانين بيك جدا جدا. مراد صغير السن طبعا، لسه صغير، ومن هو صغير يعني اكتشفوه في المدرسه، وده شيء بيساعدني على فكره انه المدارس، وده دور يعني التعليم ووزاره التربيه والتعليم انها تعمل سبوت على المواهب الصغيره. خليه يحكي لنا قصته في الاكتشاف، اتفضل، وبعدين نسمع سؤال استاذ داليا. هو زي ما قلت لحضرتكم في البدايه اللي هو كان والدي يعني محفظني الاناشيد الدينيه، فكنت بقى مستني لما انا وصلت اللي هو اولى اعدادي وثانيه اعدادي، فكنت اللي هو مستني ثالثه اعدادي دي تخلص يعني، وكان امنيه حياتي ادخل الثانويه العامه، ودخلت الثانويه العامه جبت مجموعه يعني ودخلت كويس، وكان امنيه حياتي بقى اطلع على التلفزيون الصراحه. فكان في شيخ عندنا في البلد يعني كان جه زياره ليا، فقلت له انا امنيه حياتي ادخل مسبيرو واسجل حلقه وكده، فقال لي اداني رقم يعني مخرجه لاوسكي لها الفضل برضو الدكتوره منال محروس، فطلعتني يعني واكتشفتني، وكنت دي خطوه في يعني بدايه المسابقه المدرسيه. ايوه كنت برضه في الاذاعه المدرسيه والمسابقات، يعني اذاعه القران الكريم هنا في شاركت ايضا في اذاعه القران الكريم. مسبيرو بتتيح الفرصه للشباب وللمواهب كل فتره، وبتعلن عن اختبارات، فيا ريت انك انت تتابع علشان تكون مبتهل او منشد في الاذاعه، ده هيكون برضه حاجه بالنسبه ليك جميله. عنده جزء كمان انشاد وطني، فكرة انه الانشاد الوطني مع الانشاد الديني، طبعا حب الوطن عبادة اكيد طبعا، وسمعته بينشد وطني اكتر من رائع. معاك حاجة وطنية؟ مجهز حاجة؟ هنسمعها، بس يعني احمد برضو دخلت انت في العزف من امتى؟ انا من
5 ابتدائي 6 ابتدائي برضو. وعاملين دويتو مع بعض بقالكم فتره طويله، اصحاب ولا يعني قريب اتعرفتم على بعض؟ احمد كان زميل اخويا الكبير، فكان اخويا يعني بيجوا معاه حلقات وكده، فاخويا مش موجود معانا النهارده، فقلت لاحمد يحضر معايا الحلقه عشان يعني ما شاء الله عليه يعني. رغم ان هو اساسا مش يعني الطبله مش الآلة اللي هو بيعزف عليه، بس ودنه جميلة في الإيقاع معاك. الفنان فعلا بيعزف أي حاجة. الأذن الموسيقية دي موهبة من عند ربنا. نسمع. يلا نسمع. غنوا معانا السادة المشاهدين، احنا بنغني احنا كمان يعني، مع انها مش شغلتنا. غنوا معانا. هنسمعكم. هنسمع. سل مصر عن مجدها في كل سابقة، واسمع بقلبك يا من أنت تهواها. مصر التي فضلت من بين إخوتها، لو ذقت من نيلها ما كنت تنساها. لو كنت من طينها فاحفظ محبتها، وكن كريما ولا تجهل عطاياها. مصر الحبيبة، مصر القريبة، مصر الحبيبة في الأحشاد نحملها، وفوق رأس العدا رغم أن رفعناها. مصر أرض الأنبياء والمرسلين، أم ماريا وهاجر والسنين. مصر أرض الأنبياء والمرسلين، أيوة الله، أم ماريا وهاجر والسنين. مصر أم النيل سيدنا الخليل. مصر أم النيل سيدنا الخليل. سيدنا موسى وسيدنا عيسى شافوا مصر الحلوة غنوة اكتب عروسة. مصر في الإنجيل وفي التوراة معالي، مصر في القرآن ذي السبع المثاني. مصر في الإنجيل وفي التوراة معالي، مصر في القرآن ذي السبع المثاني. مصر كعبة فنحا بنبع صافي، مصر فيها الشرماء زون القوافي. الله الله، احسنتم. عمل لنا هو اهداء، هو قال لي على المفاجأة دي هنسمعه. ميرسي ليك خالص، ما نتحرمش منك. اهداء جميل يا داليا، هيعجبك قوي. اكيد. احب اشكر بس الشاعر راضي شحاته، ده كان كاتب جزء من كلمات الانشاد ده، بس هو يعني لحن انا وكل حاجه بتاعتي ان شاء الله. بس اشكر بس هذا الشاعر. لما دعينا احنا جينا نمدح نبينا، نمدح نبينا في قناتنا الجميلة النيل للعيلة. في برنامج حياتك سكر هنا جالسين، في حب سيدنا النبي متجمعين. الله الله الله. وتحية للمشاهدين، وتحية للمشاهدين من الدكتورة شيماء عماد الدين. وفي مدح سيدنا النبي جالسين، والحوار يحلو أكتر،
والحوار يحلو اكتر مع الدكتورة الغايبة عننا الدكتورة هالة سكر. الله الفقره الجايه حلوه. وإنشاد يبقى ظاهر وإنشاد يبقى ظاهر مع الأستاذة داليا الطاهر. يا مشاهدين صلوا على طه الأمين. ما شاء الله عليك، اللهم صل وسلم. برافو 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 بجد يعني. انا حاول ندخلها على التتر عشان احنا الحقيقه ممتنين جدا. حقيقي حقيقي. عايز تتميز ازاي بقى اخيرا كده في مجالك، وايه اللي نفسك تعمله علشان نختتم اللقاء معاك ونشكرك ونشكر كمان احمد. شرفتنا يا احمد وعزفك جميل على الرغم انك انت جيت معاه يعني عشان تنقذ الموقف، بس برافو. انا امنيه حياتي ان شاء الله اكون مطرب يعني في دار الاوبرا المصريه ان شاء الله، ان شاء الله، واكون مبتعد في اذاعه القران الكريم، وان شاء الله بقى اخلص الثانويه العامه دي ان شاء الله مستقبلها هيفتح بقى وان شاء الله. دي اهم حاجه الدراسه ان شاء الله. عشان اللي بيقول ايه ان اي موهبه اي رياضه لا بتعطل، اديكم انتوا شايفين قدامنا ومثل حي، نموذج من الشباب الجميله، صوته حلو، بيدرس كمان في الايقاعات وبيعمق اكتر موهبته من خلال ان هو يعرف المقامات ويتتلمذ على ايدي كبار المبتهلين والمنشدين، وماشي في دراسته ومتفوق، وحاجه جميله قوي ومشرف. بشكرك احمد عازف، وبشكر مراد رضا المنشد والمبتهل، شرفتونا. شرف لي، كل ربنا سنه وانتم يخليك. طيبين. احنا سعداء ان احنا موجودين مع حضرتك. على فكره اوعدنا بحلقات تانية في يا ريت، مناسبة يا ريت. ان شاء الله. وجميل فعلا ان احنا نثقل الموهبه بالدراسه وبالثقافه. يعني نشكرك جدا يا احمد، ولو عندك حاجه سريعه قولها كده سريعه.